الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو بسيط خالص على شداد الكتينة الحديد. احنا بنستعمل، في ناس بتستعمل الشداد الكتينة ده غلط، وفي ناس يعني في شوية حاجات كده احيانا زبون يجي يقول لي عليها، يقول لي عايز اشد على الكتينة، عايز شد لي الشداد شوية، شد لي مش عارف ايه. ده بيبقى طب ماشي، انت بتقول شد، يبقى شغال في مكنة 2006، شغال في موديلات قديمة. الشدادات اللي هي كانت بتشد زمان بمفك او بمفك زومب من ورا، دلوقتي الشدادات كلها بقت اوتوماتيك، بتشد لوحدها. كل ما الكتينه بتعوز بتديها لحد ما بتخلص، يبقى الكتينه فرغت. تمام. طيب، اول حاجه هنبدا بيها النهارده، حط لايك للفيديو، تعمل مشاركه للفيديو عشان غيرك يستفيد. بص يا باشا، ده طبعا شداد الكتينه الحديد اهو، زي ما احنا كلنا عارفين، يعني احنا مش هنخترع حاجه. يعني الشداد معروف طبعا ان هو بيلم اوتوماتيك اهو، وبيفتح اوتوماتيك لوحده خالص اهو. خلاص، يبقى لما بيكون لامم كده، مثلا لو الكتينه عندك كويسه بدرجه 100%، بيبقى الشداد للاخر كده. خلاص. طيب، كل ما الكتينه بتريح هو بيفتح سنه بسنه سنه بسنه، كل ما الكتينه تريح كل ما يفتح، كل ما الكتينه تريح هو يفتح، نفس الوضع ده كده. طيب خلاص، الكتينه جابت اخرها وهو فتح للاخر، خلاص يبقى حلك الوحيد بعد كده ان انت هتشيل الكتينه، تغيرها على طول لما تسمع الصوت عندك الكتينه، والشداد على الاخر، والكتينه تعرف ان الكتينه خلاص. طيب، في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتروح رايحه يقول له النبي شد لي على شداد الكتينه الحديد، شد لي على الكتينه شويه. يقوم يعمل ايه؟ يروح جايب مسمار طويل، او جايب له بليه، او جايب له اي حاجه، يروح حاططها له هنا، ويروح رابط له المسمار العشره بتاعه، يروح زانق الشداد غصب عنه زياده عن اللازم، يروح كسر الشداد نفس الوضع ده كده بالظبط اهو. يروح كسر الفبره بتاعته دي، يروح مطلع القلب بتاعه من الشداد، خلاص هو انت عدمت الشداد. حلو كده. طيب ليه بقى؟ لان انا طبعا الشداد هو كده جايب اخره، هيشد فين تاني؟ خلاص هو اخر السن بتاعه، بص اهو، اخر السن بتاعه خلاص، انت هو كده جايب اخره، هيشد فين تاني؟ هتفتحه انت فين؟ خلاص هيكسر. خلاص، يبقى انت حلك الوحيد تغير كتينه على طول. طيب بيعمل ايه بقى لما بيشد الشداد؟ بيحط له مسمار، يروح بص قرص على الشداد جامد كده، تمام، مع المسمار العشره، يروح نافضه من بعضه ومطيره. طيب ده حاجه. يبقى احنا عرفنا لو الكتينه الشداد عندك ربطته كده وجايب للاخر وحليته تاني ولقيت الشداد عندك، يبقى الكتينه بايظه. طيب الحاجه الثانيه بقى، لما انا دلوقتي بكون حالل بعمر، لما تكون حالل بتعمر والشداد ده انت حليته، ما تحطوش في بنزين مسافه طويله. ثاني، اللي بيبوظ الشداد ده بنسبه 80% او 90% البنزين. ليه؟ غير اللي احنا قلنا عليه ان احنا لما بنشده غصب عنه ده بنكسره على طول مباشر، لكن بعد كده البوظان بتاعه الرسمي ان انا بشيله، بكون معمر مثلا او بعمل حاجه احطه في البنزين واسيبه فتره طويله في البنزين، الفبره اللي هنا